اسباب النجاح اهم ايفنت لينا السنه اللي فاتت. ما بالك ما بين العبد والرب لما يخلص الدعاء لله ويسيب ربنا سبحانه وتعالى يرزقه من حيث لا يحتسب. هو صاحب 3 شركات وعلامه مميزه. اتعلمت ان انا لما اجي ادعي بقدرة الله وليس بقدرتي، فقدرتي محدودة قصاد قدرة الله اللي هو على كل شيء قدير. رحبوا معايا بمستر محمود حسن. عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ فعليا انا جاي النهارده عشان اسلم عليكم واشوفكم قبل اي حاجه، لان فعلا انا بجد والله قدام ربنا بحبكم جدا جدا. ليه بقى؟ عشان بحاول على قد ما اقدر اصلح ما افسده الزمن في العقول بتاعتنا. الاول بس خلينا نتكلم عن نقطه في البدايه. حد يعرف يعني انا عايز منكم تعريف لكلمه دريم او الحلم في كلمه واحده، وفي كتاب اهو اسمه سيكولوجيه المال، خليكم تعملوا ملايين ان شاء الله. اللي هيجاوب على السؤال ده حد يقول لي كلمه حلم او دريم تعرفها في كلمه واحده. لا هتيجي ما هو الحلم؟ طب انا هلف هاخد راوند كده. لا ايه لا شغف، طموح، لا هطلع واسال سؤال تاني مش مشكله يعني. لا يبقى لينا سؤال تاني. طيب خلينا اقول لكم على قصه كده ما بتاعته والله مش هروح بيه. في سنه 1975 76 في امريكا زادت حوادث الطرق قوي، فكان في ناس من الحوادث دي نسبه الوفيات زادت بشكل كبير قوي، فكانوا عايزين يعملوا تجربه. التجربه دي بتقول ايه؟ ان هم عايزين ينشروا نقاط الاسعاف بتاعتهم على بعد قد ايه على الطريق، يعني نقطه كل كيلو، كل 2 كيلو، كل 3 كيلو، لانهم اكتشفوا ان سبب الوفاه مش الحادثه. الاكسيدنت بتحصل، الناس بتموت بسبب ان بيحصل نزيف، فالنزيف ده عقبال ما الاسعاف بتيجي بيكون حصل ايه؟ الانسان دمه اتصفى. فكانوا عايزين يحسبوا الدم بتاع الجسم بتاع الانسان بيتصفى في مده زمنيه قد ايه. فللاسف كان لازم يعملوا تجربه على حد ويموت، يعني حد يموت قدامهم كده عشان يحسبوا المده الزمنيه الدم ده هيتصفى في وقت قد ايه. طبعا في الوقت ده كانوا مانعين التجارب على البشر، ولكن بعد التفكير وصلوا لحاجه، قالوا احنا هنروح لناس او اسم الشرطه او السجون، الناس اللي محكوم عليها بالاعدام. حلو الكلام ده، كده ايه؟ كده ميت وكده ميت، وهنعرض على الناس دي هنقول لهم احنا هنعمل عليكم تجربه، التجربه دي هتموتك، بس ليك كام حاجه كده. اول حاجه ان انت عيلتك هتاخد كل شهر $1000 مدى الحياه. الحاجه الثانيه ان هنكتب باسمك النظريه دي في الكتب لحد نهايه الحياه. فعرضوا على ناس كتيره جدا. كان بالنسبه للناس اللي محكوم عليها بالاعدام بيقعد على كرسي بيتكهرب بيموت، وخلص الكلام لحد هنا. فعرضوا على ناس كتير ما وافقتش، لحد ما واحد شخص وافق ان هو يعمل التجربه دي. الشخص ده اسمه بوهير. اسمه ايه؟ بوهير، اللي ممكن يعمل سيرش هيلاقيه. قال لهم خلاص اوكي مفيش مشكله. فعملوا كالتالي، حطوه على كرسي تمام، وربطوا ايديه ورجليه عشان ما يحصلش اي مقاومه. طبيعي الانسان لما بيتعرض للموت بيقاوم، ومن باب الرحمه بيغموا عينيه عشان خاطر يعني ما يشوفش ايه اللي هيحصل له يعني. وقالوا له طبعا الناس، في حد في طب هنا او يعرف حد في طب عشان الاحراج بس، في حاجه كده اكتر حته الانسان بينزف منها هو اسمه الشريان الاورطي، في الحته دي كده تمام. فقالوا بص احنا هنعمل لك قطع في الشريان ده كويس، وعايزينك توصف لنا احساسك في كل مرحله من بعد ما يحصل ايه القطع، ايه اللي حصل، حاسس بايه، في ايه اللي بيحصل معاك يعني. بالفعل يا شباب قعدوه على الكرسي وعملوا ايه؟ ابتدى في الاول يقول لهم في دوخه شديده جدا، صداع، ابتدى النفس يتأخر، دي تنفس، مات بوهير. الغريبة ان التجربة دي غيرت علم النفس الحديث اجماليا وجزء من علوم الطب لسبب، وطلع حاجة هقول لكم عليها وانتوا هتعرفوها دلوقتي. لان
فعليا هم ما عوروهوش ولا حاجه ولا قطعوا له الشريان الاورطي خالص. هو كل القصه ان جابوا زي حديده كده وعملوا ايه، جرح سطحي، ولكن الراجل ده بايحائه وبتفكيره ايه اللي حصل؟ قال نفس الشواهد او نفس الحاجات اللي بيقولها واحد مات فعلا في حادثه وبينزف. وطلع من بعديها حاجه اسمها البلاسيبو افكت. بلاسيبو افكت دي حاجه موجوده في كل الادويه، تلاقي مثلا كيتوفان، اكسدرين، مش عارف اي نوع بتاع صداع تاني او مسكن الم، كلهم نفس الماده الفعاله، ولكن حضرتك تخف على اكسدرين والاستاذ يخف على بنادول. هما الاثنين نفس الماده، هو اللي متغير ايه؟ الغلاف. كويس؟ اللي حصل مع بوهير ده للاسف هيحصل مع حضراتكم الفتره الجايه، بس بارادتكم. يا اما هتقتل نفسك وحلمك اللي احنا اتكلمنا عليه في الاول اللي احنا لسه مش عارفين معناه قوي، يا اما هتبقى واعي ومدرك من الحاجات اللي حضرتك بتفكر فيها واللي هي كده كده شئت ام ابيت والله لا تحصل كده كده. يعني اطمن، يعني حضرتك احنا تقريبا في اكتر من 100 شخص، ما بين واحد قاعد شايف ان شاء الله بكره خير وشايف ان في امل وشايف ان انا ممكن ابقى حاجه او اعمل اي حاجه في الدنيا دي، واحد شايف تاني قاعد ايه لازمتها يعني 4 سنين جامعه وهيعدوا ولا 3 سنين وخلصت الدنيا على كده ودينا ايه؟ ودينا عايشين. واحد ثالث شايف الدنيا سواد وقرف وخلاص يوم مش عارف كام الدنيا هتنهار والدولار مبهدلنا. واحد تاني هو في اللامبالاه اصلا ولا في دماغه، يعني هو حتى يا ريته بيفكر حلو ويا ريته بيفكر وحش، هو اصلا ما بيفكرش، هو اصلا قاعد في اللا شيء كده في الناثينج هناك. كويس؟ بص يا محمود، ايه ده؟ استاذ حضرتك ثانيه، حابين بس نشكر ريد موجوده معانا في كل الايفنتات وعاوزين سقفه كبيره جدا لريد ريد بول. يا ريد بول يعطيكي شويه، خداعين ماركتنج دول برضه صايعين بصراحه. قال لك يعطيكي شويه يا حياه فين؟ طيب ما انا لسه شارب بقين اهو، مفيش حاجه مش حاجه. طيب فشكرا لريد بول وشكرا للشباب اللي نظموا الايفنت الجميل ده. نرجع لموضوعنا تاني وهي التفكير. يا جماعه التفكير اللي بيدور في دماغك دلوقتي حالا هو كده كده اللي هيظهر معاك بكره. تقول لي يا عم محمود انت يعني ازاي الكلام ده؟ كده كده كل شيء مقدر ومكتوب، صح؟ تيجي تسال استاذنا الفاضل يقول لك ايه؟ اما كل شيء مكتوب. طب حضرتك انت عارف المكتوب، يبقى انت اللي بتعمله ده اللي هو ايه؟ اللي مكتوب. نقول تاني، انت دلوقتي بتقول كله ايه؟ مكتوب، وانا معاك ان كله مكتوب. انت بقى تعرف المكتوب يبقى اللي انت بتعمله ده المكتوب. تاني؟ طيب فخد بالك، بعد ما القصه بتاعت بوهير دي حصلت، اللي حصل ابتدت الحوادث على نفس النمط تتوالى. يعني من فتره من سنين يعني في جزاره كده في شاب من الشباب اللي شغالين دخل الثلاجه بيحاول يشيل حاجه فالباب غصب عنه ايه؟ اتقفل والناس قفلوا وسابوه مشي. تاني يوم للاسف مات. بس اللي حصل ان الكهرباء كانت فاصله. بلاسيبو افكت. تلاقي ان معظم لو حد كده ربنا رب يعفو عن الجميع ويشفي كل المريض، اغلب تكوين الخلايا السرطانيه ليه علاقه بالتفكير، ليه علاقه بالتفكير. هتلاقي واحد مثلا نام متضايق جدا، مخنوق جدا 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 جدا، حصل حاله اكتئاب فالخلايا نمت عنه في جزء من اجزاء الجسم. وهتلاقي بقى اللي نام وصحي عنده ضغط، اللي نام متضايق صحي عنده سكر بسبب ايه؟ التفكير. طب اقول لك الدليل من السورس او من المصدر الاساسي في حياتنا كلها واللي فيه اللي حصل واللي بيحصل واللي لسه يحصل. بص كده للثلاث ايات دول، انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. تفكيرك ممكن يقتلك، والله العظيم يقتلك، وممكن يخليك في احسن مكان في الارض وفي الاخره ان شاء الله. فكميه الامور اللي بتخش على بالك، خد بالك، حط كده فلتر. عارفين انتوا فلتر الميه في البيوت كده؟ فلتر مش هقول لك خليك ايجابي على طول ولا هقول لك خليك سلبي على طول، ولكن خليك في الايجابيه المنطقيه والسلبيه المنطقيه برضه. ازاي الكلام ده؟ بيقولوا لنا كده الناس الاساتذه اللي علمونا، قال لك طول ما انت ايجابي فانت مدي صوره عامه للامور. يعني تيجي تسال شاب كده من الشباب في الجامعه، انتوا كلكم تجاره تقريبا ولا في حد مش تجاره؟ كله تجاره صح؟ ألسن عاش. طيب تيجي مثلا يقول لك ايه رايك في كليه التجاره؟ اقول لك كليه حلوه جدا او كليه وحشه جدا. ايوه اروح انا فين بقى؟ اخش ألسن؟ هي حلوه ولا وحشه؟ فتلاقي هو بيقول حلوه من النظره العامه للامور. طب لما تيجي تقول لي وحشه، معلش قول لي وحشه ليه؟ اقنعني هي ليه وحشه؟ هيقول لك اصل الكليه دي كليه هي والحقوق كليه الشعب مثلا او فيها ناس كتير. ماشي، ايه المشكله برضه؟ ايه الضرر في كده؟ ما احنا كلنا بشر وكلنا يعني سواسيه وبتاع، هي مش الكليه اللي هتفرقنا. يقول لك اصل هي ملهاش مستقبل. طب مين قال لك ان المستقبل، خد بالك دي اسمها ايه؟ دي اسمها سلبيه منطقيه. سلبيه توصلني للحقيقه، ان مش كل ما حد يقول لك حاجه تهز راسك كده ايه وتقول امين. لا، انا بيقول لي الكليه دي وحشه،
طب وحشه ليه؟ عشان مستقبلها فيها ناس كتير. طب انا عايز اقول لك على حاجه، هو كل ما كثر العدد كل ما التميز بان. يعني انا اسف ما اقصدش حاجه، انا من منطقه شعبيه جدا على فكره، يعني في حد هنا من امبابه، عين شمس، مطريه، ارفعوا ايدكم يا جماعه، ده فخر يا جماعه، ده احنا مؤسسين انا جاركم في المطريه بقى، بس كنت هحكي لكم برضه حاجه ثانيه علاقه بالموضوع. فهتلاقي مثلا لو انت داخل بعربيه الانترا اللي هي الليد بتاعها بينور من ورا دي، تمام، ودخلت بقى مثلا مطريه ولا عين شمس ولا امبابه ولا فيصل ولا باشا ابن باشا داخل، فاهم ازاي؟ انت ايه ده؟ يا نهار ابيض، ده الظهر لعب بقى والحياه بقت. انما لو دخلت بالعربيه دي ليه؟ لان العدد كتير قوي ويعني الحياه نوعا ما يعني لطيفه متوسطه. انما لو دخلت بالعربيه دي مثلا الداون تاون مثلا في التجمع، انت ممكن تحبط اصلا، ممكن تحبط. ايه الفقر اللي انا فيه ده؟ ليه بقى اللامبورجيني بقى ومش عارف والفيراري والعربيات اللي انتوا صح كده؟ فانت هنا كل ما الحاجه بقت في ناس كتير فيها، فلما انت هتعمل حاجه هتعرف تظهر بشكل كويس جدا. فالايجابيه في حد ذاتها هي حلوه كبدايه، انما السلبيه احلى في التكمله. الايجابيه حلوه في البدايه، انا اكون تمام كليه كويسه وكل حاجه، ولكن السلبيه طب انا اخش قسم ايه؟ محاسبه ولا اداره اعمال؟ تقريبا دول القسمين الموجودين صح؟ محاسبه واداره اعمال، في حاجه ثانيه ولا هم؟ طب انا لا، المحاسبه بالنسبه لي عشان انا راجل حاسس ان انا بحب الارقام، لا اداره اعمال عشان انا عايز اخش في البيزنس بقى وفي قطاع البيزنس والمشاريع والكلام ده كله. فمن اخ كبير لاخواته الصغيرين، مفيش كليه حلوه ولا كليه وحشه تماما. في شخص عرف يعدي الستوب، يعني بص ايه اعلى قمه في الكليات؟ مش عارف، في هندسه بترول وطب بكل الايه صح كده؟ طيب يؤسفني ان انا اقول لك، مش يؤسفني ولا حاجه حقيقيه، يعني في ناس من حضراتكم بعد 10 15 سنه اللي بيبقوا عواجيز زي حالاتي كده هيبقوا عاملين شركات ومشغلين فيها دكاتره ومشغلين فيها مهندسين عادي جدا. هي الاربع سنين دول عارف الموضوع اشبه بايه؟ ان احنا جمعنا بعض كده وقلنا يلا يا شباب انا كمحمود حسن عازمكم هنروح نقضي 3 ايام في مراسي، حلوه مراسي تمام، ويلا يا جماعه في باص او في عربيات ملاكي هتنقلكم من هنا لحد مراسي. فهل النهارده واحنا من هنا للكيلو مثلا 50 او لحد بوابات اسكندريه، هل في حد هيقعد حزين ومكتئب ان هو لسه مش في مراسي؟ خالص. وصلنا للريست الماستر اللي هو بعد 100 كيلو، هل حد هيقعد انا ليه ما وصلتش؟ حرام عليكم يا في المراسي، انا مش هقدر اقعد راسي ودوني مراسي. حد يقدر يعمل كده؟ استحاله. ليه؟ لان هو عارف ان في 400 او 300 كيلو لازم يتقطع كويس. فحضرتك ما تحكمليش على مراسي من وانت لسه في الكيلو 20 اللي انت قاعد فيه دلوقتي. هي الرحله كلها لو قلنا الرحله كلها 400 كيلو، فحضرتك ال4 سنين دول والله العظيم ما يكملوا 20 30 كيلو. فالمرور منهم او ان انا اعمل باص او ان انا اعديهم عادي حلو. لو انا جبت جيد جدا مع مرتبه مش عارف ايه، حلو جميل، ده بوتنشال او ده مؤشر ان ان شاء الله انا عندي قوه تحمل، بعرف احط نفسي تحت ضغط، انا ملتزم في المذاكره انا. ولكن هل ده هيخدم الدريم او الحلم اللي احنا قلنا عليه في الاول؟ هيخدم بنسبه 3% 2% 5%. طيب هي الجيم ماشيه ازاي؟ او اللعبه حد يقدر يشاركنا باي دريم من عنده يعني نفسه يعمله؟ هشارككم انا الاول عشان بس ايه نبقى انا بحب ايه يعني ما اقولش حاجه ما بعملهاش. يعني تقريبا من 15 سنه كده او 16 سنه كان نفسي اجيب عربيه زي اي حد عايز يجيب عربيه، عايزين بقى خلاص كفايه مترو وكفايه مواصلات وكفايه الكلام ده كله. فكنت في رحله مع يعني ست غنيه جدا ما شاء الله، عندها مثلا حوالي قريتين سياحيتين كده في مرسى علم وقريه سياحيه في الغردقه. فكنا رايحين لشغل في اسكندريه، فهي قالت لي يا محمود تعالى معانا في العربيه. فهي ساكنه في الزمالك، رحت لحد البيت عندها، فركبنا عربيه كانت عربيه مرسيدس كده اللي هي السي ال اي 200 كوبيه. حد عارفها؟ سي ال اي 200 كوبيه. عربيه حلوه قوي ممتعه، يعني عربيه كده ايه بيقولوا عليها يعني لفظ كده ان هي مغريه قوي. فبصراحه ركبت في العربيه يا جماعه ده انت اصلا طول ما انت ماشي الناس عماله تتفرج عليك، الناس العربيه شكلها حلو جدا. يعني نوعا ما من حق اي انسان ان هو يحلم يعني. فقلت ان شاء الله باذن الله انا هجيب العربيه دي. الكلام ده خلينا نقول مثلا كنت لسه متخرج من جامعه، ما يعني من قبل 10 12 سنه كده. المهم تعدي السنين وتروح وانا ناسي والله العظيم زي ما بقول لكم انا مش فاكر اصلا. بس انا العربيه دي خدت فيها صوره وانا قاعد فيها كده، خدت صوره ونزلتها ساعتها على على الانستجرام، وقلت ان شاء الله الدريم كار وبتاع والباور والموتيفيشنال وانا هقدر وهجيب وهعمل وبتاع تمام. يعدي الزمن ويفوت والاقي فجاه هنا فجاه الكلام ده من 4 5 سنين راكب العربيه واروح اسكندريه والعربيه دي معايا. ازاي الاحداث حصلت؟ مش ازاي، ليله كبيره سعادتك حضرتك لو شفت الفيديوز عندي تقريبا اتكلمت في الموضوع ده اكتر من مره. ففجاه كده وانا قاعد ايه ده؟ ما هي سهله اهي، ما هي الدنيا لطيفه اهي، مش وحشه خالص. طب ما هو ربنا يا جماعه بيكرم اهو. هو احنا ليه ساعات بنصدق كلام الناس؟ حتى عمنا جورج وسوف قال لك كلام الناس لا بيقدم ولا يأخر، وبننسى كلام رب الناس. مش كده؟
انا مش جاي النهارده لا دعايه ولا جاي اقول لك اقم الليل ولا مش قصتي، مش انا خالص الحته دي. بس انا جاي اقول لك كلام الاله ده هو الطبيعي في كل الاديان على فكره. هو الطبيعي ده السورس او ده المصدر بتاع التشريع او الحاجه اللي انت مطالب تمشي عليها، عشان المفروض ان انت جاي هتخلص رحله معينه في الدنيا وهتكمل فين؟ في الاخره، صح كده؟ فافتكر كده كان سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام كان قاعد في مره، فالصحابه جولوا فقالوا له يا رسول الله احنا لما نعوز نطلب حاجه يعني اكيد يا رسول الله انت هتسيب الدنيا وتمشي، انك لميت وانهم لميتون. احنا دلوقتي لما بنسال في حاجه او بنستفسر في حاجه بنجي لك على طول. طب احنا لما نعوز حاجه بعد كده هنعمل ايه؟ يعني هنيجي لحضرتك وانت لسه في الحياه، ولا هنروح فين، ولا هنعمل ايه؟ فساعتها نزلت الايه واذا سالك عبادي عني فاني أجيب دعوة الداع إذا. بس مش أكتر من كده. أهو مشكلة بقى ده كلام مين؟ رب الناس. تيجي تسأل الناس يا لهوي ده حرامي، هو جاب الفلوس دي منين؟ ده تلاقيه حرامي، ده مدورها، ده مخدرات أو حشيش أو ستروكس، هو بيبيع الثلاث حاجات دول هم اللي بيكسب. يا ابني لا والله خالص والله مالهاش علاقه. في ناس بتكسب كويس جدا وبتعمل فلوس كتير جدا 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 وحلال جدا جدا جدا. محدش شاف حد كده خالص يا شباب؟ حد شاف حد بيكسب بالحلال وعايش ومستمتع ولا صح؟ طيب السؤال بقى هو ليه يعني بتستصعب التفكير ده عليك؟ ليه في ناس كتير يعني تيجي تقول له كده مثلا حلمك ايه؟ حد يقول لي حلمه ايه يا جماعه كده؟ حد يقول لي حلمه كل شجاعه، منتهى الشجاعه اللي في الدنيا. ها اتفضل. قولي شاركينا بس كده، اتفضل. طيب بيوتي سنتر كبير قوي. انا واثق ان التفكير ده لو فضل مستمر ان شاء الله هيبقى فيه اكبر بيوتي سنتر في المستقبل، مش كلام حماسي وخلاص. القصه بمنتهى البساطه اللي في الدنيا ان حضرتك لازم من دلوقتي وبقول لك حاجه انا عاملها بقالي اكتر من 12 13 سنه، لازم تفصل الفعل عن النتيجه. لازم تفصل الفعل عن النتيجه. يعني اغلبنا بيعمل ايه؟ بيعمل الفعل ويكرره مره 2 3 ما لقاش نتيجه يوقف الايه؟ الفعل. ملهاش علاقه، لان القاعده في الوصول اتحط. اللي يقول واللي يعيد، بس القاعده في الوصول لاي شيء اتحطت. وان ليس للانسان الا وان سعيه. مين بقى يا باشا اللي هيشوف السعي ده؟ امك، ابوك، خالك، اخوك، رئيسك، مديرك. مين اللي هيشوفه؟ ده ملك الملوك، ما فيهاش. ثم يجزاه الجزاء بالملي يا معلم، بالمسطره. زمان كده كانوا بيضحكوا علينا بيقولوا لنا انهي الاتقل، كيلو القش ولا كيلو الحديد؟ هما الاثنين كيلو، صح؟ فكل حاجه موزونه بالمسطره. ونضع الموازين القسط فلا تظلم نفس شيئا. فمن اخ لاخواته بعد اذنك حط ايا كان، ما تقيس حلمك اللي انت عايز تعمله بمقدرتك. اللي مقدرته 1000 بيروح يحط نفسه في التزام 1000، لانه للاسف خطأ شايف ان قدرة ربنا هي الايه؟ هي ال1000. مع ان نفس الشخص ده او نفس الوقت اللي بيمتلكه واحد تاني بيمتلكه وحاطط نفسه في التزام بمليون وباتنين وبيقول هعمل 5 و6 و7. ليه؟ وما قدر الله حق قدره والارض جميعا. انتوا متخيلين؟ هتقول لي هو ده السر؟ والله العظيم بص، افتح كتب زي ما انت عايز واقرا زي ما انت عايز. فالحلم، اجابه السؤال بقى عشان الوقت عشان ما نتضربش، ايه هو الحلم؟ الحلم هو الدعاء. الحلم هو ايه؟ الحلم ده انت بتستدعي شيء غير موجود بالمره، عربيه، طياره، شقه، فيلا، بيوتي سنتر، ايا كان انت بتستدعي شيء هو ايه؟ مش موجود. فطول ما انت في استدعاء للحلم ده، طول ما الحلم بيحصل له ايه؟ عمليه اجابه. طيب الاستدعاء ده قدامك حاجه من الاثنين، يا اما تستدعي الحلم من امكانيات ماديه حواليك، شغلك، ابوك، امك، ايا كان، يا اما تستدعي الحلم من مين؟ من الغني. اختار. طب بتحصل ازاي؟ انا عايز حاجه، كل اللي بعمله بقول يا رب انا عايز الامر ده، انا عايز الشيء ده. انما امره اذا اراد شيئا ان يكون له كن. هيسخر لك الدنيا كلها عشان الحاجه اللي انت نفسك فيها تتحقق. والله العظيم الدنيا كلها تكون بتقع وانت الوحيد اللي بتقوم. الدنيا كلها بتنهار وانت الوحيد اللي عايش في صدار. ليه؟ لاني لو والدك رجل اعمال ومعاه ملايين ومليارات، عمرك ما هتفكر وانت قاعد دلوقتي حالا ان انت تشيل هم الشغل او تشيل هم الشقه او تشيل هم العربيه، صح؟ طب ده انت وهو معكم اينما كنتم يا شباب، معاك في كل حته. انت مش قادر تتخيل القوه دي. والله العظيم قوه مذهله، بس للاسف الشيطان ابن الذين
عمال يحاول هو واعوانه في الارض يحاول يشتتك، يحاول يبعدك. كل ما تقول يا رب وتقوم انا هعمل، يقول لك هم اللي تعبوا عملوا ايه؟ بص انا جاي لك من بكره وبقول لك خد بالك بكره مش عارف في ايه وفي قرف وفي بتاع. كل ما تيجي تقول تلاقي واحد صاحبك يا عم ريح شجعهم ريح، مفيش خلاص، ده ابن الدولار بقى ب 24 دلوقتي وسوسه ده ب 6. لا مفيش امل. تقول يا رب انا، هو ده الصراع، هو ده الصراع اللي انت لو كسبته وانتصرت فيه، ورب يوم اعبد مفيش شيء في الكون يقدر يعطلك عن اي حاجه انت عايزها. الحمد لله حلمنا بال1000 جبناها، حلمنا بال10 عملناها، حلمنا بالشركه اسسناها، حلمنا بالمليون عملناها، حلمنا بالبيوت وبالفلل وجبناها بفضل مين؟ ربنا وحده. وربي هو ربك ما بنميزش حد عن حد. فليك مطلق الحريه ومطلق القرار انك تختار. بعد النهارده هتطلب من مين؟ هتطلب من اصحاب الماديات ولا هتطلب من الملك؟ لان في فرق ما بين المالك والملك. المالك ده بيملك شيء، موبايل، شقه، عربيه، ده اسمه ايه؟ مالك. انما الملك بيملك كل ما يملكه المالك. فخليك مع الملك تمتلك كل شيء باذن الله. شرفت جدا جدا بيكم يا شباب، وربنا رب يحفظكم ويكرمكم ودايما في نجاح وسعاده. واي حد عنده استفسار بقى حساباتي على الانستجرام وعلى السوشيال ميديا، ربنا يوفقكم يا رب، ربنا يحفظكم. معلش قبل ما انسى والله العظيم عشان ده عهد انا خدته على نفسي، مش هروح بالكتاب ده، معلش انا عارف الوقت خلاص انا ماشي. ايه هنتصور طبعا. طب يلا سؤال سريع كده، انا لحد دلوقتي ما اعرفش ايه هو، بس انا عمال اكسب وقت معاكم عشان اعرف اطلع السؤال كويس. عايز حد، يا نهار ابيض انا هفتوني بصراحه، ضيعتوا لي السؤال اللي انا كنت عايز اساله. طيب مين جاي من ابعد محافظه هنا؟ جاي من ابعد، مين جاي من اسوان يا جماعه؟ في حد من اسوان؟ طب ما انا جاي من التجمع، ايه يعني انا جاي من التجمع. ايه؟ جايين مخصوص من بره مصر؟ جايين مخصوص الايفنت من بره مصر؟ طيب انا بصراحه مش هلاقي افضل. مين اللي اسس الايفنت ده؟ ادهم حبيبي ادهم. بتهيألي كده انا والله ما قصرت. يلا اقرا كتاب بس شهاده قدام الناس دي، وعد قدام الناس دي كلها. عملت 100 مليون هتجيب مليون في كيس اسود كده وتعديه عليا، عنواني معروف من غير ما حد يعرف. ربنا يكرمكم يا شباب، شكرا ليك.